قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت ما تتمكن تقتلني، لا أم لك. لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله، فرد واحد اللي يقتلني أضيق حلقة است منك. الاست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون. نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح، لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا: أمير المؤمنين يريد يقول لي: يا منيوك، ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك. أما المرات اللي الناس كانوا ينيتشوا بيها كانت أقل بالنسبة إليك. فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك. أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن. أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرط ورطة منكرة في مجلس رسول الله. أما ابن ملجم لم يسجل التاريخ عليه ورطة، لا في مسجد رسول الله ولا في مسجد الكوفة ولا في المسجد الحرام ولا في أي مسجد آخر. فقال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، لا أم لك، من يفعله أضيق حلقة است منك.